عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعيني الغاليين، وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم جدا في الفيديوهات، بس هنا جايه لكم فيديو من الأزهر بأسعار القماش الصيفي، يعني مش كله بس أغلبيته. وكمان كنت عايزة أعمل لكم مشتريات، بس الفيديو ده يعني ما كفاش أعمل لكم فيديو مشتريات إن شاء الله، وهينزل على يوم الاثنين الجاي. بس تعالوا معايا أخدكم في فيديو ال القماش، نشوف احنا جبنا ايه ونشوف اسعار القماش. ده الكتان والسواي. يعني السواي هو اخر صف فوق ده خالص، وطبعا الكتان هو اللي تحت. اخر صف بس فوق هو السواي، كل اللي تحت بقى كتان. برضو هنا اخر صف فوق هو السواي، واللي تحت الكتان. الكتان بيفرق عن السواي في ايه؟ الكتان قماشة بتحسي شوية على قطن، بس مش كله طبعا، لان الكتان درجات بيبدأ من 70 75 90 100 اعلى حاجة. الكتان عامة بيكش، يعني لازم يبقى عندنا خلفية ان الكتان بيكش. السواي بقى حاجة جديدة كده عجباني جدا بصراحة، منتشرة قوي الصيف ده، مريحة قوي في اللبس، بتدي شكل تحفة، وده اللي احنا جبناه. وهبقى اوريكم اللون اللي احنا جبناه ان شاء الله، بس ان شاء الله الفيديو الجاي، لان الفيديو ده كله قماش بس، فحبيت ان انا اجيب لي كل متابعيني القماش اللي هم عايزينه كله. تمام. معاكم هنا الكتان، بص درجته من قريب. السواية هوريهولكوا بقى وانا بصور لكم المشتريات بتاعتي انا. هوريكوا الكتان من قريب، والفرق بينهم واضح يعني. السواية عامة في مقطة شوية، في مقطة عن الكتان. هما شكل بعض كشكل، يعني القماش شكل بعضه، لكن السواي بيبقى فيه مطة شوية. تعالوا معايا بقى اخدكم عند الشيخ ابراهيم. طبعا ده استاذ في الووتر بروف، يعني مش هتلاقي حد غيره. عنده محلين، محل فوق الجامع ومحل يعني تحت. يعني حتى لو انت مش قادره توصلي له، اسالي عن المحل اللي فوق الجامع. ده ووتر بروف روعه. تمام. عنده كل الالوان. هو طبعا ما كانش فرد المحل عشان الالوان في المحل، هصورها لكم دلوقتي. الووتر بروف عنده 45 تحفه قوي قوي، فاهمه؟ وكمان قال لك لما افرش المحل هيبقى فيه خصم اما اروح، يعني في اول توضيبه المحل والفرش وكده. بس تحفة يعني. وخاماته حلوة والوانه جميلة وذوق في التعامل. الوتر بروف عندي اتنين بس، محمد علي والشيخ ابراهيم. طبعا الشيخ ابراهيم ذوق جدا، واللي عندي الشيخ ابراهيم كلهم ذوق. لكن محمد علي ما عجبنيش في اسلوبه، حتى في بيع اي قماش تاني، مش شرط الوتر بروف. وعنده اكتر من الوتر بروف، بس اسلوبهم وحش قوي في البيع. بس بصوا الوان الووتر بروف المفتوحه، يعني دي الوان الووتر بروف المفتوحه اللي اقدر اخد منها، لان اللي فات ده كان كله مقفول. انا جبت طبعا اللونين دول، النبيتي والاسود، وهوريهولكم في الشكل عامل ازاي. ده مش احمر يا جماعه، ده نبيتي والله. هوريهولكم طبعا، هوريهولكم في فيديو المشتريات. خامته عامله ازاي وتقيله وتحفه. عن السنه اللي فاتت كمان يعني. انا جايبه النبيتي ليا السنه اللي فاتت، انا ما كانش بنفس يعني الحجم ده. تمام. على فكره الاولاني ده فوشيا، مش عارفه ليه ظاهر عندكم هنا نبيتي، بس هو فوشيا عامه يعني. الوانه اهي. انا عايزه اجيب الزيتي ان شاء الله المره الجايه، عشان في حد برضو طالب مني الزيتي. والرمادي، الرمادي عاجبني قوي، برضو في حد طالب منه الرمادي، فحبيت ان انا اصور لهم الدرجات يعني، مع الاسود طبعا اهوت. وبكده تبقى دي كل درجات الوتر بروف عند الشيخ ابراهيم. ده المحل بتاعه اللي فوق. كده انا خلصت عنده. تعالوا معايا اوريكم بقى درجات الستان اللي نازله جديد. الستان ده نازل بكل الوانه، ستان خفيف كده، اللي هو بيتعمل على عبايات استقبال. تمام. انا عملت منه، جبت منه 3 حتت تقريبا، كلهم احلى من بعض، تحفه بجد يعني. الوانهم هتعجبكم قوي، وكمان اسعاره حلو. وما بتوفقي وتعملي عبايه مش هتكلفك زي ما بنشوف الاسعار بتاعتهم بره. تمام. هوريكم طبعا انا اشتريت ايه ووفقت ايه، بس الفيديو ده مش واخد خالص ان انا اقدر اوريكم فيه المشتريات. ده احنا هنا في عند السادة. الستان ده ليه اسم، هو قال لي على اسم السادة ده، بس انا مش متذكرة قوي. هنا بقى المنقوش، اللي هو بالطعام بيه السادة، او السادة بالطعام بيه المنقوش. يعني شايفين دي مثلا احنا جايبين منها الوان. الاسود بتاعها تحفة، البتنجاني بتاعها تحفة، كان في جنزاري كده برضو زيتي، جميل قوي انت بتطعميه بقى زي ما انت عايزة، حسب اللون اللي انت عايزاه. سواء عايزة
لون الارضيه او لون اللي فيه. برضو ده طالع موضه وتحفه قوي بقى، معمول فساتين فظيعه. انا كنت نفسي اجيبه كفستان افراح يعني. هو ده ستان يا جماعه، يعني لو حابه تعمليه كفستان فرح تحفه قوي لامهات مثلا، مع درجة هتدخليه فيه، سواء الدرجة اللي هي اللي فيه دي او الدرجة الجولد او الاوفايت، بتحط فيه اي درجة بيطلع وهم. انا طبعا هوريهولكوا في التفصيل هيبقى عامل ازاي، وبرضو هوريكوا انا جبت ايه منه ووفقت ايه عليه. فظيع يعني، عجبني قوي قوي قوي. يا رب يكون عجبكم. ده ادم ابني طبعا لازم يبقى معايا في كل مشاويري، وبهد حيله كده، بس هو اللي بيشبط فيا، انا بقول له اقعد مع اخواتك مش بيرضى. بس دي كل الوان الالوان اللي هي الستان. طبعا عند محمد ده انا زبونته. انا نسيت ان انا اصور لكم كارت، بس المره الجايه هجيب لكم كارت من عنده ايه. انا هنا خلصت الستانات كلها ووريك كل درجاتها اللي موجوده هناك. تعالوا بقى معايا نروح عند الفسكوز اللي ولع. الفسكوز ولع يا جماعه بقى ب70 جنيه، كنت بجيبه ب40. مش معقول يعني، مش معقول اللي الواحد وصل له ده. ده ب70 جنيه الفسكوز. يعني عشان تعملي جلابية بيتي اللي هي كانت أقل حاجة 100 جنيه مش هتطلع معاكي في القماش، نطت بسرعة كده. دي ألوان الفسكوز كلها. المكان ده أنا اكتشفته، أنا ما كنتش شفته قبل كده، فوق الجامع. يعني الشيخ إبراهيم كان على اليمين والمكان ده على الشمال، اسمه عمرو بتاع الفسكوز اللي فوق الجامع. يعني لو انت عايزة تروحي في جميع الألوان بصراحة، يعني تحفة تحفة. كل ألوان الستان هتحتري فوق. وعنده السادة كمان، وانا وريته في اول الفيديو. وعنده خامات تانية كده، بس الستان هو يعني متخصص بالفسكوز اكتر قصدي. يعني عنده انواع تانية بس الفسكوز عنده اكتر. بصوا كل درجات الفسكوز اللي انت عايزاها. فستان تعمليه فسكوز هتلاقيه فوق، جلابية بيتي فسكوز هتلاقيه فوق. أه حاجات كتير قوي. والسعر طبعا عنده ثابت 70 جنيه. يمكن لما تروحي تشتري ينزل معاكي، بس هو 70 في كل حتة. حتى سألت عليه تحت برضو 70. بس أنا حبيت أجيب لكم أكتر مكان فيه درجات كتير يعني، وفيه أشكال كتير. أنا كده قربت خالص الفيديو معاكم. بس لأ، في ثانية بس هوريكم وأنا مروحة منظر مصر بقى والمنظر بتاع النيل عامل ازاي. بصوا طبعا وانا مروحة عجبني الشكل، فحبيت ان انا اشارككم الشكل معايا. النيل بتاعنا يا جماعة، ومنظر مصر من فوق الكوبري. انا هنا كان قصادي اليمة التانية البرج، بس معرفتش ان انا اصوره لكم. بس الناس اللي بره مصر او اللي مش اللي في عايشة في القرى وحابة تشوف البرج، ابقى اصوره لكم المرة الجاية. وبكده بقى انا خلصت الفيديو معاكم. اراكم بقى على خير بالفيديو المشتريات. انتظروني، فعلي لي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني. ولو حابه تسالي على حاجه سيبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي. شكرا لمتابعتكم الجميله، وشكرا لتعليقاتكم الحلوه، وشكرا لدعمكم المستمر ليا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.